إذا لم تشاهدوا الفيديوهات السابقة عن قصة ميدوريا شاهدوه أولاً، ولا تنسوا متابعة القناة وتفعيل زر الجرس. وهيا بنا نبدأ. الصدمة أن ميدوريا يلغي مفعول تقنية إيريزر هيد الذي يحاول إيجاد ثغرة أخرى لمواصلة هجومه. يقول ميدوريا إنه طالما الشخص يحمل حقداً دفيناً في قلبه فسيجد قوة ولا مجال للرجوع. هذا هو نتيجة المجتمع. وفجأة يطلق ميدوريا قوة خارقة من كل النواحي، لكن نرى الأبطال الذين معه وهم ينقذونه في اللحظة الأخيرة ويطلبون منه التقدم لأنهم يثقون فيه. الصدمة تأتي عندما تصل النيران إليهم ويتأثرون جميعا، ويدرك تودوروكي أن هذه النار كانت حارة جدا لدرجة أنها كانت كافية لحرقه. يشكر ميدوريا على مساعدته، لكن أوراراكا وهي متأذية للغاية تخبره بأن يحاول الفوز. هذا الأمر يؤثر فيه كثيرا، ويشكرها مرة أخرى. يتذكر في تلك اللحظة ماضيه عندما كان شخصا وحيدا ولم يكن هناك أحد يهتم به، لكن بعد حل هذه المشكلة شعر أن أصدقائه باتوا بعيدين عنه رغم أنهم بجانبه. يفكر في كل ما حدث وما فعله الجميع من أجله. يقول إنه بفضلهم أصبح أفضل مما كان عليه. يتذكر أيضا كلام البطلة ماونت ليدي عندما قالت لهم قبل المعركة أن يستخدموا تقنياتهم النهائية. يرد على كلامها بأن لا مجال للعودة، ويقول إنه حتى لو كان ذلك بالقوة يجب الاستمرار. نراه واقفا يترجم قوته ويفكر في الماضي عندما كانوا صغارا. قوته تصبح جبارة لدرجة أنها تجمد المكان بأكمله وتطفئ نيران دابي بالكامل. بعد هزيمة تودوروكي الأسطورية بدمج قوى الجليد والنار، ترى بارن المشهد ولا تصدق عينيها. تصرخ من الفرح وتسمع باقي الأبطال الموجودين في المنطقة بخبر هزيمة دابي، فيفرحون جدا هم أيضا. إحدى الشخصيات تقول إن تودوروكي بالرغم من صعوبة قتاله مع أخيه انتصر وسحق السنة اللهب الزرقاء. بسبب ما فعله تودوروكي نرى باقي الأبطال يشتعل فيهم الحماس لأنهم هزموا إحدى أكبر العقبات بعد أول 4-1، وشيغاركي ينزلون بكل قوتهم على الأشرار. يقول أحدهم أنهم لم يكونوا يخططون لقتال أي من المجرمين الهاربين من تارتاروس، ويقول آخر دعونا ننتهي من هؤلاء ونذهب لمساعدة أصدقائنا. في نفس الوقت تصل أخبار هزيمة دابي إلى كاميناري، وأيضا إلى أول مايت الذي تدمع عينيه من الفرح ويشكر تودوروكي على ما فعله. نرى الضابط ساوتا تسوكاوتشي وهو يقول بالرغم من إرسال ميدوريا إلى موقع مختلف إلا أنهم حققوا بداية جيدة. يطلب منه أن يبلغ باقي الأبطال بهذا الخبر السار. عندما يصل الخبر للطلاب في الفصل أمام السجن الذي يحتجز فيه الوحش غيغا يفرحون جدا. نرى ميدوريا يقاتل بكل قوته ويقول إنه كان دائما يكافح لنفسه، لكنه الآن أثبت لهم أنه أصبح أقوى. في هذه اللحظة يظهر أحد الأشرار الأقوياء ويسخر منهم، ويقول إن الأبطال يبحثون عن موارد بشرية دون جدوى. يبدأ باستخدام قوته ويقول إنه سيسحقهم كما فعل مع ماونت ليدي التي ماتت أثناء المعركة السابقة. يقوم كيريشيما بإنقاذ أوياما في اللحظة الأخيرة ويعتذر لها على التأخير. يقول لها دعينا نفشخ هذا الولد، تودوروكي أثبت لنا أنه رجل حقيقي. تستمر المعركة، والصدمة تأتي عندما نرى تودوروكي يهزم دابي، فيفرح الأبطال حتى في مدرسة يو إي العائمة في السماء. باكوجو يقول هذا ما توقعته منك. نعود إلى البطل الضخم مع أوياما في مواجهة أحد أخطر الهاربين من تارتاروس كونيدا. يتحدث كونيدا بغرور ويقول إن هدف القفص كان تقسيم القوة، وأنه تم توزيعهم حسب ميزاتهم، ومن لا يمتلك ميزة يترك في هذا المكان. يسألهم بغرور إذا كانوا يستطيعون التصدي له، ويواصل كلامه حتى يستغرب البطل الضخم ويقول له هل تتحدث أم تغني؟ لكنه يتجاهل الشر ويقول لأوياما إن مصيره سيكون مثل الآخرين الذين خدعهم أول 4-1، ويقول له دعني أريك كيف ستعمل الأمور. يقول له أنت مجرد خفاش محاصر بين الطيور والوحوش، لكن الغريب أننا نراه لا يحاول بل يبتسم ويقول كلمته الشهيرة ميرسي. ننتقل إلى مايك الذي يصرخ في تودوروكي عبر السماعة ويطلب منه القضاء على دابي. نرى أحد طلاب الفصل وهو يتحدث عن تودوروكي ويحمي أحد الأبطال من هجوم أحد الأشرار والعمالقة الذين تحولوا إلى وحوش ضخمة، ويكون في قمة الغضب بسبب هزيمة دابي، لكنه لا يصدق أن هذا يمكن أن يكون حقيقيا. يظل يفكر في دابي ومعجبا بقوته، ويقول إنه يمتلك كل شيء من قوة وهدف، ويستمر في التفكير في نفسه بينما يمنحه أول فور ونميزة. وفجأة يصحو من تفكيره ويقول إنه ليس لديه أي شيء،
يصرخ بصوت عال ويقول إنه من المستحيل أن يكون هناك شخص مثل هذا يخسر، ويأمر جميع البشر المتحولين الذين يرونه بأن يعودوا ويدمروا كل شيء أمامهم. يصل إلى حد الجنون حرفيا، ويقول إنهم يفعلون ذلك من أجله ومن أجل شيغاراكي. في هذه اللحظة نرى الطالب يقول إنه فخور بنفسه لأنه في نفس صف تودوروكي. نعود لتودوروكي مرة أخرى ووالده الذي يرى تودوروكي، وهو يعتذر له عن تعطل المحرك بسبب هجومه الجليدي، لكن تودوروكي يمسكه في مشهد عظيم جدا ويكون فخورا به، ويقول إنه لا يجب أن يعتذر عن شيء تافه مثل هذا. في هذه اللحظة نرى مايك وهو يمسك دابي ومندهشا لأنه ما زال حيا. فجأة نلاحظ شيئا غريبا عند رقبة دابي، وتصل الأخبار إلى إنديفر، وعندما يسمع الخبر نرى ملامح السعادة على وجهه. يقول له أول فور-1 بطريقة، ويحاول التلاعب بكلماته، ويسأله هل هذه ملامح حزن أم ارتياح. هنا يحاول هوكس تحذير إنديفر من الاستماع إليه، لكن أول فور-1 يستمر في الحديث ويقول لإنديفر إنه لا يستطيع حتى النظر في عيون تويا، ولهذا السبب ترك تودوروكي له، ويقول إنه بالتأكيد سيبرر أفعاله هذه بكلام الأبطال. هنا يدرك هوكس أن الهجوم اللفظي قد بدأ، ويتفاجأ أول فور-1 وهو يجمع قوته في كل إصبع، وكل إصبع يحتوي على ميزة مختلفة. ويكمل حديثه مع إنديفر ويقول له لهذا السبب لن تتمكن من هزيمتي يا رقم 1. في هذه اللحظة وحسب كلام هوكس فإن أول فور-1 لديه نقطة ضعف واضحة، ويقول إن القناع الذي يرتديه أول فور-1 يحتوي على نوع من أنواع دعم الحياة، ومن الواضح أن جسده لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة بدونه. يتذكر جينست الذي يعرف بالموضوع هذا أكثر من أي شخص، ويقول هوكس إن سحق أول فور-1 بالأرقام سيكون أفضل خيار، لكن يجب أن يأخذوا ميزة سرقة الميزات في الاعتبار، لأنهم لا يستطيعون تحمل أن يسرق أول فور-1 ميزات الأبطال الفاضلين. يبدأ في الهجوم عليه هو وإنديفر، ويقررون أنهم سيخزنون أقصى كمية من القوة ويهجمون عليه بمجموعة صغيرة. نرى أول فور-1 وهو يهجم عليهم بأحد أصابعه ويقول لهم بسخرية أروني ما ستفعلونه. يعطي هوكس إشارة البدء لإنديفر الذي يهجم بقوة ويطلق ستارا ضخما من النار يكون قادرا على صد هجمات أول فور-1. ونتفاجأ أيضا بهجوم من الريش من قبل هوكس الذي يخرج من وسط الستار، لكنه يستطيع أول فور-1 صد هجومه بسهولة، ويقول له هل تظن أن هجوما ضعيفا مثل هذا سيسقطني؟ وفجأة وفي لمح البصر يكون هوكس خلفه، لكنه أيضا يكون قادرا على تتبع حركاته بسرعة، ويقول له بطريقة هل هذه السرعة التي تتفاعل بها؟ يقولون إن حتى الطبيبة ريكوفري جيرل لن تستطيع مساعدتك في استعادة أجنحتك بالكامل، وأنك تستطيع الوصول إلى هذه السرعة فقط بالأطراف الصناعية. هوكس يبتسم له ويقول له ألا تلاحظ أن كلامك جارح قليلا؟ وفي لمح البصر يبتعد عنه ويتركه لإنديفر الذي يهجم بقوة نارية تدميرية جدا. وفي لحظة هجومه يفكر في أنه لحماية الناس الذين يقاتلهم من ميزة الصدمة العملاقة التي استخدمها أول فور-1 لتدمير منطقة كامينو يحتاج إلى مقاتلته في قتال قريب. ويقول لكن إذا لمسوا إصبعا واحدا منه فستكون نهايتهم. وبوم إنديفر يطلق العنان لقوته المدمرة على أول فور-1 الذي يحاول صد الهجوم بكل قوته، بينما يفكر في مدى الضغط الرهيب الذي عليه لدرجة أنه لا يستطيع التفكير بسبب تأثير ذلك. وفوق كل ذلك هوكس جاهز لصد أي محاولة هجوم مضاد منه. فجأة يبدأ أول فور-1 في التحدث مع هوكس ويقول له ما بالك؟ هل تواجه مشكلة صغيرة في تنسيق جماعتك؟ هل إنديفر يشعر بالقلق اليوم؟ ولكن هنا يتحدث إنديفر ويبهر هوكس بأنه لا يتهاون في الهجوم دون الإضرار بأول فور-1 وأن تجديده الفائق لن يستمر. نرى أول فور-1 يحاول استفزاز إنديفر بكلامه ويقول له انظر تحتك يا إنديفر، الجميع يبذلون جهدهم لكي تنجح الخطة، الأبطال المحترفون وحتى الطلاب يحاولون، جميعهم يركزون على المعركة التي أمامهم. أخبرني لماذا أنت الوحيد الذي يعاني من التشويش؟ إنديفر يسقط في استفزازات أول فور-1 ويزيد الهجوم عليه. أول فور-1 يضيف الوقود على النار ويقول له هل أرسلت مثالك لتهزم تجربتك الفاشلة بالنيابة عنك؟ ألا ترى أنك مبسوط؟ ويشير إلى تودوروكي ودابي. إنديفر يصل إلى حد الغضب ويحاول هوكس تحذيره من الوقوع في الفخاخ، ويذكره بما حدث لأول مايت أثناء قتاله. يقول له إنه دائما كان منبهرا منه ومن شهوته الملتهبة، ويضيف
كما تعلم، لا أستطيع مقاومة عدم زراعة البذور في حال وجدت تربة خصبة. فجأة يسأله سؤالا خطيرا: لماذا كنت تظن أن جسد ابنك توية لم يتم العثور عليه أبدا؟ هنا إنديفر يتجمد من الصدمة، وهوكس يفهم أن أول فوروان يعرف السر. في قمة الغضب يقول هوكس إن أول فوروان لديه مهارة فظيعة في مضايقة الناس، ويتذكر الفترة الصعبة التي مر بها إنديفر بسبب فقدان ابنه. يدرك هوكس أن إنديفر في حالته الحالية لن يستطيع مواجهة الدابي. الغضب يتزايد في وجه هوكس ويقول: لهذا السبب يجب أن نقف بجانب بعضنا. يحاول أن يفهم إنديفر أن مهمته الوحيدة الآن هي هزيمة أول فوروان. يحاول هوكس تهدئته، لكن الغضب وكلام أول فوروان يملآن إنديفر الذي يهجم على أول فوروان. أول فوروان يستغل الفرصة ويضرب إنديفر ضربة قوية. نرى إنديفر يتأثر بشدة بالضربة ويسقط على الأرض وهو يتقيأ دما. هوكس ينقض عليه قلقا عليه جدا ويقول: أول فوروان، هل تظن أنك ستتمكن من تجنب هجماتي؟ ويقول هوكس: أنا لا أستطيع التعامل مع هذا الآن. ويقرر أن يأخذ إنديفر بعيدا لمكان آمن، لكن فجأة تظهر الطالبة جيرو برفقة توكويامي، مما يفاجئ كلا من هوكس وأول فوروان. تقول جيرو لتوكويامي: انتبه، وكفاك حركة يمينا ويسارا، سنموت هكذا. يرد عليها توكويامي: أمسكي بي جيدا ولا تتحركي كثيرا، قد نقع في حادث. يحذرهم هوكس من البقاء في هذا المكان لأنه خطير. يرد عليه توكويامي: أنا لست إنديفر، لكنك تعلم جيدا أنني أستطيع الوقوف بجانبك. في هذه اللحظة يستهزئ أول فوروان ويقول: الحشرات الصغيرة هذه ما زالت تزعجني. أول فوروان يبدأ في الحديث عن قصة في أحد الكتب، حيث الشخصيات الجانبية تظهر فقط لتبين قوة ملك الشياطين. يشبه نفسه بملك الشياطين ويقول: بعد الفوز ستعرفون قيمتي. نرى إنديفر يسقط على الأرض فاقد الوعي للحظات، ويفكر في تودوروكي ويتساءل إن كان بخير. يتذكر أيضا تويا وينادي باسمه. يستعيد وعيه مرة أخرى، مستغربا من نفسه ومن موقعه، ويحاول الوقوف ولكنه لا يستطيع. يعاتب نفسه على فقدان هدوئه أثناء حديثه مع أول فوروان، ويقول وهو مستلق على الأرض: بعد كل هذا سأتحمل المسؤولية عن كل ما حدث وما سيحدث. جميع الجروح والقتال ستكون على عاتقي. هوكس يفكر ويقول إنه لم يتوقع أن يحدث هذا مع إنديفر. يتذكر كلامه لتوكويامي منذ قليل، ويضحك على نفسه لأنه قال ذلك. يسأل توكويامي: هل ستنقذني مرة أخرى يا بطل؟ يرد عليه توكويامي: بالطبع. في هذه اللحظة يبدأ أول فوروان في الحديث ويقول: وقت اللعب انتهى، ولن تستطيع تحمل ما سيحدث الآن. يتذكر الضربة التي وجهها لإنديفر ويقول إنه متأكد من أن إنديفر سيواصل القتال حتى أنفاسه الأخيرة، وهذا يعني أن هدف الأبطال الآن هو كسب أكبر قدر من الوقت. يرى أول فوروان أن الأمر سيكون صعبا بوجود اثنين قادرين على الطيران مثل هوكس وتوكويامي. يقرر أن يهاجم جيرو فجأة بسرعة جنونية. جيرو من الصدمة لا تستطيع الرد بسرعة، ولكن فجأة نرى هوكس ينقذها بسرعة غير مسبوقة ويرفعها في الهواء. قبل أن ينظر أول فوروان يجد هوكس يهجم عليه بقوة. المفاجأة أن هوكس يتمكن من نزع قناع أول فوروان بسرعة، ويقول في نفسه إنه لن يترك أي شخص يموت. يطلب من توكويامي أن ينطلق وينقذ جيرو، ويقول له إن هدفهم هو تدمير القناع. جيرو وهي متوترة تقول إنها فهمت. تتذكر أنها لم تستطع رؤية هجومه الأول، وتدرك أن صرخاتها قد تكون متأخرة عن أي هجوم يرسله. أول فوروان يشعر بالخفيف من الهجوم وينادي: المسكين. فجأة يجهز لهجوم خطير، ويقول لجيرو: هل تظنين أن هذه المعركة ستكون مجرد تدريب؟ أنت تحلمين. الصدمة تبدو على وجه جيرو وتوكويامي وهوكس اللذين لا يتمكنون من الرد سريعا. نرى أول فوروان يهجم عليهم بهجوم قوي جدا، ويقول لجيرو: لا تظني نفسك مهمة، أنت حتى لست من الطاقم الرئيسي. في اللحظة هذه يهاجم هوكس بجسمه، ويقول لنفسه إنه لا جدوى لأن لديه ما يكفي من الريش للتعامل مع هجماته. يقول له: في وضعي الحالي ليس لي أي فائدة. يتحدث مع جيرو التي صدمت أيضا من الهجوم، ويقول لها: هل كنت تظنين أن القتال مع الأشخاص المميزين سيجعلك شخصا مميزا أيضا؟ أنت تحلمين. لكن هنا ينتهي الفيديو. إذا كنتم ترغبون في معرفة ما سيحدث، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ونراكم في الفيديو القادم. سلام.